مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة في الفرن، اللي هي اسمها شيبرتز باي أو فطيرة البطاطس. المقادير بتاعتنا كيلو ونص بطاطس، أنا قشرتها وقطعتها قطع كبيرة كده. بالنسبة للبطاطس الإضافات اللي على البطاطس، نص كوباية لبن كامل الدسم، 3 بيضات، فلفل اسود معلقه صغيره، ومعلقتين كبار جبنه البارميزيان. دي ممكن اضيفها وما اضيفهاش، يعني لو احنا بنحب الجبنه في البطاطس. قالب زبده بيعادل تلت كوبايه تقريبا، شويه ملح، و3 معالق صغيرين فيجيتا. فيجيتا دي نوع من الخضروات الناشفه، اللي هي النوع ده، نوع خضروات دراي. بالنسبه للعصاج، نص كيلو لحمة مفرومة، برضو شوية فلفل اسود وبهارات او 7 توابل، معاهم بصلة كبيرة مقطعة صغير. تعالوا نشوف هنبتدي ازاي. اول حاجة هعملها هسلق البطاطس الاول، وانا بسلق البطاطس برضو هبتدي اعمل العصاج في نفس الوقت. بعد كده هبتدي احضر العصاج. هاخد حتة زبدة مثلا صغيرة واحط عليها شوية زيت، وبعد كده احمر البصل. انا شغاله احط عليه شويه ملح صغيرين، اشوحه خفيف كده، وبعد كده اضيف اللحمه. هو كده كفايه. ابتدي احط اللحمه، اهدي النار لحد ما تفصل اللحمه عن بعضها عشان ما تكلكعش مني، وبعد كده عليها واحمر. هي كده اللحمه خلاص استوت. هبتدي احط عليها التوابل. احط الاول شويه ملح، ما كترش الملح، يعني مثلا نص معلقه صغيره، والبهارات معلقه صغيره. وانا بحب احط قرفه بتضيع ريحه زفاره اللحمه، فهي ربع معلقه بس كفايه صغيره. وفلفل اسود برضو معلقه صغيره. اللحمه كده استوت، هقلبها بس كويس واطفي النار. البطاطس خلاص استوت وصفيتها. قبل ما تبرد وهي سخنه هبتدي احط الزبده الاول، وبعد كده احط عليها البطاطس واهرسها، وفي نفس الوقت احط شويه فلفل اسود معلقه صغيره، واحط الفيجيتا واهرسها. ممكن بدل الفيجيتا دي لو مش متوفره ممكن نحط قالبين مرقه خضار وادوبهم في اللبن. بعد كده اضيف اللبن. ما احطش بقى البيض دلوقتي ولا الجبنه، عشان البيض مع البطاطس وهي سخنه ممكن يتسلق ويبوظ. هي كده خلاص، هسيبها تهدى بس شويه قبل ما احط البيض والجبنه. في نفس الوقت هولع الفرن 350 فهرنهايت او 180 درجه مئويه، عشان مجرد ما احطها في الصينيه احطها في الفرن على طول. الخطوه اللي بعد كده هبتدي اجهز الصينيه اللي انا هحط فيها البطاطس. الاول برشها بزيت، وبعد كده احط لها شويه بقسماط. ما احطش دقيق لان الدقيق مع البطاطس ما بيبقاش حلو، ولا طحينه ولا حاجات دي. ارش بس شويه بقسماط. هي البطاطس كده بردت، هبتدي احط الجبنه والبيض. انا ضربته خفيف كده. احط الجبنه الاول ومع البيض برضو، وارجع اخلطهم تاني عادي، واخلطهم كويس الاول، وادوق الملح بتاعه. الملح هو معقول لان فيجيتا فيها ملح والجبنه بتبقى مالحه شويه، واحنا بنعملها اللي هي طريه كده عشان فيها بيض ولبن، بس هي ما تتحط في الفرن هتمسك شويه. ابتدي احطها في الصينيه. هقسم الكميه بالنص، هاخد نص الكميه واحطها في الصينيه، وبايدي فيها ميه افردها، بس خلي بالي عشان ما تختلطش مع البقسماط.
احاول اسويها بحرص كده، وبعد كده احط اللحمه اوزعها، وبرده اضغط عليها بايدي عشان تدخل ما بين البطاطس. بعد كده احط بقيه كميه البطاطس، ونفس الطريقه ابتدي افردها برضو بس بحريصه شويه، وايدي مبلوله ميه. بعد كده ارش عليه شويه زيت خفيف قوي من فوق، واجيب الشوكه واعمل خطوط كده، او ازكزكها، اعمل اي منظر. سواءها بس في الاخر، وممكن نستغنى عنه بشويه بابريكا خفيف كده قوي. هي البابريكا دورها لون بس مش اكتر، خفيف قوي قوي. وعلى طول احطها في الفرن، تقعد تقريبا نص ساعه لحد ما الاقي الوش احمر. البطاطس استوت وخدت تقريبا ساعه الا ربع في الفرن على 350 درجه فahrenheit او 180 درجه مئويه. سبتها شويه لحد ما الوش احمر. هسيبها تهدى قبل ما اقطعها، لان ما اقدرش اقطعها دلوقتي. بعد ما الصينيه هديت انا قطعتها، والحقيقه طعمها في منتهى الجمال. بنقدمها مثلا مع اي نوع من السلطات. انا مقدماها مع خضار سوتيه. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.